مرحبا بكم الناس الكل. في الفيديو ذا باش نحكيو على مباراة الترجي الرياضي التونسي ونادي أسفال من النيجر اللي انتهت بانتصار الترجي 3 أهداف مقابل 0. وكما قلنا في الفيديو السابق اللي إذا كان الترجي اليوم تمكن من التسجيل منذ الدقائق الأولى باش يسهل على روحه برشا المباراة، وهذا اللي صار اليوم بالفعل. يعني بعد 3 دقائق لعب فقط اللاعب كوناتي كان قام بتوزيعة ممتازة جدا من الجهة اليسرى في اتجاه اللاعب قصيلة بوعالية اللي من غير برشا تفلسيف ركح الكرة وسجل الهدف الأول. بعد الهدف شفنا اللي الترجي لعب معظم الشوط الأول على الجهة متاع قصيلة بوعالية اللي يحاول يتدرج بالكرة هو ينساس، لكن شفنا اللي أرضية الميدان ما كانتش تعاون برشا على تدوير الكرة وبناء اللعب. ف ولا الترجي يطول في الكرة أكثر على اللاعب بوعسيدة اللي حقيقة معناها اللاعب ما كانش ثقيل برشا على دفاعات المنافس وما خلقش برشا الخطر. دونك حاول الترجي انه يكمل الشوط الاول متقدم، وهذا اللي صار بالفعل. وفي الشوط الثاني شفنا اللي المدرب ماهر كنزاري قام ببعض التغييرات منذ البداية. كان أقحم اللاعب دياكيتي مكان اللاعب بوعسيدة، واللاعب الجبالي زاد مكان اللاعب ينساس، وحاول انه يبني اللعب متاعو. كما شفنا الانطلاقه متاع الشوط الاول شفنا الانطلاقه في الشوط الثاني، معناها حاول الترجي انه يتقدم ويسجل منذ البدايه، وبالفعل كيف هذا اللي صار مره اخرى. بعد 10 دقائق لعب كان شفنا انفراد معناها من اللاعب كوناتي، ومره اخرى يكون هو ورا الاسيست متاع الهدف اللي قدم تمريره للاعب دياكيتي حطوا امام شباك فارغه، وكان سجل الهدف. معناها اليوم الحقيقة معناها كوناتي كان قدم مباراة ممتازة جدا، وأنا شخصيا نراه اللي هو كان أحسن معوض للاعب يوسف البليلي وقدم مباراة ممتازة. بعد الهدف الثاني شفنا اللي المدرب ماهر كنزاري تحسه بدا يخمم أكثر في المباراة القادمة أمام الأولمبي البيجي في البطولة، وخمم أنه يرتاح بعض اللاعبين، وهذا اللي رينيه صار بالفعل. كان خرج اللاعب توغاي وبن حميدة وأيضا اللاعب أوكبيلو، وكان أقحم اللاعب الجنيشي وليفي وجلاسي في محور الدفاع. وأنا بتغيير جلاسي الحقيقة معناها فهمت اللي يمكن ماهر كنزاري بدا يخمم على التركيبة بتاع الدفاع في الترجي التونسي في البطولة، خاصة نعرفوا الناس الكل اللي فما المشكل متاع الأجانب في البطولة، ومع قدوم المهاجم الجديد للترجي فلوريون. دونك نتصور اللي الترجي الرياضي التونسي باش يلعب مريح وجلاسي في محور الدفاع، وكيكا ينجم يخلي مكان للمهاجم الجديد. نبدأ نتصور مع البليلي وقصيلة ولا ينساس، ويكون معهم أوكبيلو في الوسط. هذيك هي التشكيلة اللي باش تكون. دونك نتصور الترجي اليوم قام بالمهم وهو الانتصار بنتيجة باهية اللي تخليه يلعب ماتش العودة بأكثر أريحية، وينجم يجرب بعض اللاعبين في المباراة القادمة. وكما قلنا اللي هو حضر المباراة الأولمبي البيجي ورتح بعض اللاعبين. نشكركم على المتابعة متاع الفيديو ذي، وما تنسوش الاشتراك، وإن شاء الله نشوفكم بخير.